وانتهت مباراة النصر والعين بتأهل العين من خلال الركلات الترجيحية. للأسف الركلات الترجيحية ديت ما بتبقاش دايما عادلة، بتبقى ظالمة في أوقات كتير. لكن النصر النهاردة والعين عملوا مباراة قوية جدا. أول يوم في رمضان نتفرج على الأداء الكبير اللي شفناه النهاردة من الفرقتين. جمهور النصر النهاردة هارد لك، يعني بجد بجد تحية كبيرة جدا لجمهور النصر، وتحية كبيرة جدا للاعبين النصر. النهاردة عملوا مباراة رائعة. المباراة كانت قوية جدا، المباراة كانت صعبة في ظل الغيابات، في ظل الظروف اللي كانت محيطة بيها، الإصابات الكتيرة اللي مبهدلة الفريق، إصابات كتيرة جدا. سلطان الغنام وتاليسكا وده الجنب اليمين كله عند النصر يعتبر انتهى. عندك إصابة الباك ليفت، بس النهاردة تاليسكا كان مأدي أداء كويس جدا. عندك لابورت طرده في المباراة اللي فاتت. عندك مفيش ولا حارس مرمى موجود غير راغد. راغد النهارده عمل مباراه كبيره، حتى مع الغلطه اللي غلطها النهارده في الهدف. كل الحراس في العالم بيغلطوا غلطات زي دي، اكيد ما كانتش مقصوده. انت اديت مباراه كبيره جدا على مدار الاربع اشواط، لكن قدر الله ما شاء فعل. اخطاء بتحصل من حراس كبار، وربنا عوضك كمان بان المباراه ما خلصتش بالطريقه دي، وان النصر رجع وحط الهدف الرابع، وده يعني وصلنا ركلات الترجيح. لكن ركلات الترجيح للاسف انا لما بوصل لركلات الترجيح خلاص الموضوع طلع من ايدي، وبقى الموضوع حظ. حظ العين النهارده ان هو يصعد، وهارد لك للنصر. مباراة كانت قوية جدا بصراحة، متعتونا وأسعدتونا بأداء متميز وأداء مشرف، وكانت ريمونتادا قوية جدا لحد الدقيقة 118. جمهور النصر النهاردة عمل اللي ما يتعملش. جمهور النصر النهاردة كان هو اللاعب رقم واحد في الفريق. اللاعب رقم واحد في الفريق النهارده كان جمهور النصر. فضل يآزر فريقه لحد اخر نفس في المباراه، ما قصرش ابدا، عمل كل اللي عليه. النهارده كمان اول يوم في رمضان، الوضع كان صعب، لكن الجمهور ده حدى كل الظروف وراح الملعب وعمل الاداء المشرف من التشجيع والمؤازره اللي عملها النهارده. واللعيبه بصراحه كانوا قد المسؤوليه وكانوا رجاله. يعني حتى كريستيانو رونالدو النهارده كان يعني بذل مجهود كبير وعمل كل اللي عليه، بس كريستيانو رونالدو النهارده كان الحظ مش محالفه خالص، ضيع اكتر من فرصه محققه، لكن للاسف الليله ما كانتش ماشيه معاه خالص. عايز كمان النهارده اشيد باتنين مهمين جدا، اشيد بالخيبري وبأوتافيو، مع انه ضيع الكوره الاخيره، لكن هو طول فتره المباراه عمل اداء كبير جدا 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 مع الخيبري. برافو 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 الاتنين دول. فيا جمهور النصر ما تزعلش، الحمد لله على كل حال. انتوا هتفضلوا تأزروا فريقكم طول الوقت، عملوا اللي عليهم، قدر الله ما شاء فعل. يعني ما اتكتب لناش ان احنا نصعد لدور نصف النهائي، لكن ان شاء الله معوضه. لسه في دوري، اي نعم بعيد شويه، لكن هو لسه مازال الدوري قائم، ولسه المنافسه قائمه، وكمان في كاس الملك تقدروا ان شاء الله ان انتوا تحققوه. والموسم السنه دي ما ينتهيش صفري، لازم بطوله تتحقق يا جماعه السنه دي. ما ينفعش نطلع من الموسم ده من غير بطولات، لازم بطوله على الاقل كاس الملك، او ان احنا نفضل ننافس لحد اخر لحظه مع الهلال في الدوري. يمكن يحصل تعثرات للهلال في اي لحظه واحنا نلحق بالهلال. والمباراه اللي جايه كمان في الدوري مع الاهلي، المباراه هتبقى قويه جدا، مباراه مش سهله. الاهلي في المركز الثالث، فالمباراه هتكون ما بين المركز الثاني والمركز الثالث. مباراه مش هتبقى سهله خالص، مباراه هتبقى قويه جدا جدا جدا. واتمنى ان اللعيبه تخرج من الهزيمه بتاعه النهارده ومن الخروج من دوري الابطال عشان يقدروا يلعبوا يوم الجمعه الجايه ان شاء الله رب العالمين. الوقت قليل جدا، معانا 3 و4 وخميس بس قبل المباراه بتاعه الدوري، وهنسافر جده، هتتلعب المباراه في جده. فلازم اللعيبه يطلعوا من اللي حصل النهارده بسرعه جدا. يعني بكره نبدا صفحه جديده، ونحاول ان احنا ان شاء الله نفرح جمهور النصر بالمكسب يوم الجمعه الجايه ان شاء الله، ونلعب مباراه قويه قدام الاهلي في جده. الموسم اللي جاي لازم في الانتقالات الصيفيه يا جماعه زي ما قلنا، لازم محتاجين حارس مرمى، محتاجين مدافع كمان مع لابورت، محتاجين حد في نص الملعب يزود معانا الهجوم ويظبط معانا الدفاع. محتاجين اقل شيء صفقتين 3 كبار جدا لازم يكونوا موجودين في النصر الموسم اللي جاي. هارد لك لجمهور النصر مره تانية، ما تزعلوش، خليكوا ورا فريقكم. فريق
يعني كان بيمر بظروف صعبة جدا 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 جدا. الظروف اللي مر بيها النصر من إصابات ومن غيابات ومن حاجات زي موضوع نواف العجيدي، وحتى الحكم اللي كان موجود النهاردة العماني يعني ضده. بصوا كل حاجة ضد النصر يعني، وهو بيحاول على أقصى درجة إن هو ينافس. كتر خير الشباب اللي لعبوا النهاردة، قدموا مباراة قوية. كتر خير الجمهور اللي كان موجود النهاردة وبأذن الفريق. فهارد لك هارد لك هارد لك جمهور النصر، جمهور العالمي، انتوا جمهور كبير تستاهلوا كل خير. وان شاء الله اتمنى لكم الفتره الجايه تفرحوا وتسعدوا باي بطوله تكون قريبا باذن الله رب العالمين. واتمنى ان بطوله الكاس وبطوله الدوري ما نفرطش فيهم زي ما حصل في دوري ابطال اسيا. فشكرا لكم، سلام.